السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة. غادي نتقاسم معكم ان شاء الله اليوم هذا البريوش او خلية النحل بطريقة مختصرة كتجي هائلة وخفيفة بحال القطن. يعني الوصفه متقاسمه معكم شحال ديال المرات، غير التشكيل ديالها اللي مختلف. يعني في 5 ديال الدقائق تنشكلوا الخليه ديالنا، كتجي خفيفه بحال القطن وكتجي لذيذه بزاف، والاهم سهله واقتصاديه. مكونات متواجده في كل بيت من طبيعه الحال. غادي ندوزو على بركه الله باش نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غادي ناخذ واحد البول اللي درت فيه واحد القبيصه ديال الملحه، ضروري من قبيصه الملحه باش تقاد لينا الذوق. غادي نزيد 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده. المقادير ان شاء الله غنخلي لكم مضبوطين في صندوق الوصف. غادي نزيد واحد الساشي ديال سكر الفانيلا، يمكن لكم تنسموه حتى بالقشره ديال الحامض اولا البرتقال محكوكه. 20 غرام ديال الخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه بما يعادل واحد المعلقه كبيره. زيت المائده غندير 1 2 3 4 5 ديال المعالق كبار ديال زيت المائده. كيف ما قلت ان شاء الله غنخلي لكم المقادير مكتوبه هكا باش تسهل عليكم العمليه تلقاوهم. وغادي ندير كاس ونصف من كاس العنبه ديال الماء الدافي. يعني ندفيو الماء لان الجو بارد هكا باش تخمر لنا العجينه. نحطوا معايا كاس ونصف وصافي. غادي نخلط هاد المكونات هكايا بالطراب اليدوي غير باش تذوب ديك الخميره مع السكر. كيف ما لاحظتوا معايا هاد المكونات هادو راهم معتمدين عندي. الا رجعتوا كاع الوصفات ديالي ديال البريوش وديال الفطائر كنعتمد دائما هاد العجين هذه، لانكم يمكن لكم تستعملوه او في الملح او في الحلو. غير الكميه ديال السكر الا بغا نديروا شي حاجه مالحه كنقصوا الكميه ديال السكر، كنديروا غير شي معلقه صغيره اولا معلقه كبيره ما عامراش. كنا بغا نديروا شي حاجه حلوه كنديروا 3 ديال المعالق. صافي زدت واحد البيضه غير الصفر ديالها، غير البيض ديالها، اما الصفر خليته على جنب هو باش غادي ندهن الخليه ديالي او البريوش ديالي. وصافي وكنبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه وكنخلط بالطراب اليدوي. كنزيد تقريبا 3 المعالق ديال الدقيق وكنخلط. بالنسبه للدقيق البنات غادي نقول لكم على حسب الخليط، لان النوعيه ديال الدقيق تختلف. كاين نوعيه كتشرب السوائل، كاين اللي لا، وهذا الشيء علاش ما غاديش نعطيكم المقادير بالضبط. يعني تقريبا ما بين 550 غرام حتى 600 غرام ديال الدقيق اللي كتهز ليا هذه الوصفه هذه. صافي كنبقى نخلط حتى كتبدا تعقد ليا داك الخليط، وكنحيد داك الطراب اليدوي وكنستعمل يدي هكا باش يكون عندكم الملمس ديال العجين. يكون يعني تعرفوا القوام ديالو يكون شويه خفيف، ما يكونش ثقيل بزاف، ما يكونش يعني قاصح، ويكون هكا خفيف باش يجينا داك البريوش ديالنا خفيف ومهوي. المهم كنبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه. تحاولوا تبقاو تزيدوا بشويه بشويه هكا باش ما يعقدش لكم داك الخليط بزاف بزاف، حتى تولي العجينه تجمع لكم في يديكم، ولكن تبقى شويه كتلتصق في اليد، يعني تكون شويه خفيفه. يعني نتمنى نكون وصلت لكم الفكره. هكا خاص العجينه تكون خفيفه باش يجينا البريوش ديالنا خفيف. وصافي ما كتحتاج ما ندلكوها ما حتى شي حاجه، غير كنجمعوها مزيان مزيان وصافي. صافي وكنغطيوها وكندهنوا بشويه الزيت ونغطيوها بفيلم اليمونطير. غادي نزيد عليه واحد المنيديل ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. وصافي البنات بعد ما خمرت ليا العجين ديالي كيف ما لاحظتوا معايا ضاعف الحجم ديالها. من الضروري البنات ومن النجاح اي بريوش او اي هكا فطائر خاصكم تخليو العجينات تخمر مزيان. صافي غادي نفرغ من داك الهواء اللي فيها كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نرش سطح العمل بشويه ديال دقيق فورس عادي، ما نكتروش الدقيق، انا هنا راه ديجا كثرت. وصافي غادي نهبط ديك العجينه ديالي كلها. المهم الطريقه ديال التشكيل راها سريعه سريعه ودغيا كتحضروا واحد البريوش اللي هائل او خليه النحل بطريقه سهله وسريعه. غادي نقسم هذيك العجين ديالي على 2 ديال الاجزاء، غادي نشكلهم كويرات. بالنسبه للدقيق ديروا غير شويه، غير باش ما تلصقش لكم العجينه في سطح العمل، ما تكتروش بزاف. وصافي غادي نشكلهم كويرات وغادي نبدا من الكويره الاولى. نبدا نسرح بالدلاك بالاستعانه شويه ديال الدقيق. المهم هنا راني كثرت شويه، غادي نحاول نحيدو. وصافي غادي نبقى نسرحها بشكل مستطيل لان انا عندي المول
هكايا طويل شويه. وانتم غادي تسرحوا على الحجم ديال المول اللي عندكم. السمك ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف. المهم غادي تشوفوا معايا كنحاول نقادها، انا كنسرح وانا كنقادها بحال هكايا وصافي. وغادي نجيب المول اللي فرشه فيه ورق الزبده. في الحقيقه ديجا فرشاها فيه اللي كنت صيفط معكم ديك الفطيره المالحه. وصافي بقات داك ورق الزبده هو اللي غادي نعاود نستعمل. ولا لاحظتوا معايا حتى ديك الفطيره راه درت نفس الوصفه، غير هي كنحيد يعني الكميه ديال السكر. كيف ما قلت لكم هذا العجين هذا راه معتمد عندي، تيجيب البريوش والفطائر خفاف بحال القطن وكيجي لذيذ بزاف. والاهم يعني سهل واقتصادي، يعني ما فيش شي مكونات اللي هي كثيره. بالنسبه للاخوات اللي دائما كيجوني هاد التساؤلات، واش هذاك الماء يمكننا نبدلوه بالحليب؟ يمكن لكم، غير انا كنبغي ندير لكم ابسط الحوايج باش كلهم الاخوات اللي ما متوفرش عندهم الحليب ولا اللي ما متوفرش عندهم واحد الحويجه حتى هما يقدروا يديروا هذه الوصفه هذه. وهذا الشيء علاش يعني كنحاول نبسط لكم باقدر المستطاع. المهم هنا ما شفتش الكاميرا بلا ما شادش ليا على المول كامل، وهذا الشيء علاش ممكن نعتذر لكم. خديت هنايا الشوكولا مربعات وغادي نبدا نوزعو هكايا على شكل يعني بحال دايره كويرات ديال خليه النحل. لاحظوا معايا هنايا راه بنتي معاوناني، يعني جات قالت لك بغات الشوكولا، وهي ملي كنبدا نخدم في الكوزينه وهي واقفه حدايا كدير جا الكرسي طلع فوقو وتبقى حدايا. المهم خليو لي في التعاليق واش الوليدات ديالكم تيدخلوا معكم الكوزينه. صافي المهم غادي نحاول نقاد هذوك قطعه ديال الشوكولا. بالنسبه للشوكولا راه بالنسبه للاخوات في المغرب تستعمل داك الشوكولا ديال 4 ريال راه كافي. المهم غادي نحاول هكايا نقادهم. انا غادي نخرج 16 قطعه من هاد، يعني غادي يكونوا 16 قطعه كما كتلاحظوا معايا. وصافي دابا غادي نخليه على جنب وغادي ندوز باش نسرح النصف الثاني ديال العجين، دائما بالاستعانه بالدلاك وبشويه ديال الدقيق. كيف ما قلت يعني ما تكثروش الدقيق بزاف هكا باش ملي ديروا هاد الوجه هذا ديال هاد العجين فوق الاخرى ما يعني يلصق. الا كان فيه الدقيق بزاف غادي ما يلصقش. وهذا الشيء علاش المهم ديروا غير شويه ديال الدقيق في سطح العمل باش ما تلصقش لكم العجينه في سطح العمل. وصافي غادي نلويها على الدلاك. المهم هاد العمليه كتجيني سهله. وغادي نحاول نسرحها فوق الوجه الثاني ديال الخليه ديالي. وصافي غادي نضغط في الجوانب. كما لاحظتوا معنا مكنتش نكثر الدقيق هكا بديال الدكراس لان غتلصق دغيا. الا نتوما كان كثير شويه الدقيق غادي تاخذ واحد البينسو وتفزقوا الجناب ديال العجين التحتاني، وملي ديروا هذا الفوقاني غادي غير تضغطوا عليه وغادي يلصق يعني عادي. وصافي غادي نضغط عليه بحال هكا باش ما يدخلش ليا داك الشوكولا. وغادي نغطيه دابا بواحد المنديل ونخليه تيعاود يخدم. ما كندير واحد الثقب لان كاين واحد الهواء لداخل، كندير واحد الثقب هكا بواحد الكوردون باش يخرج داك الهواء اللي كاين لداخل تكون لداخل. وصافي غادي نخليها حتى تخمر، يعني ما كديرش مني اكثر من 20 دقيقه حتى نصف ساعه. صافي هنايا بعد ما خمرت ليا ديك الخليه ديالي كما كتلاحظوا معايا، خديت داك الصفار بيض اللي خليت في الاول، زدت عليه معلقه صغيره ديال الحليب مع واحد القطره ديال الخل وطربته مزيان. وغادي ندهن به البريوش ديالي او الخليه ديالي، غادي ندهنها كلها. هنا كيبقى لكم الاختيار، الا بغيتو تزينوا بشي حاجه باللوز ايفيلي ولا بالزنجلان او لا بالصانوج، كيبقى لكم الاختيار. انا ما غادي نزين حتى بشي حاجه، غادي نكتفي غير هكا بالبيض فقط. صافي وكنبدا ناخذ يعني غير الاصبع ديالي كندوزهم بشويه الزيت وصافي وكنبدا نشكل هكايا هاد، يعني كنبدا نحدد يعني دوك البنات هكا بعد ما كملتها صافي. غادي ندخلها دابا الفران على درجه الحراره 180 حتى تحمر وغادي نخرجها ان شاء الله. غادي ندخلها الفران على درجه الحراره 180 حتى تحمر وتخرج البيض ذهبي ونتلاقاو. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالي بعد ما طاب. كما كتلاحظوا معايا كيجي هائل، كيجي هائل بحال القطن. لاحظوا معايا كيفاش كيجي. انا خليته حتى برد عاد باش قدمته معكم. المكونات بارد دابا ساهلين واقتصاديين. اي مهوي تفرح الوليدات ديالها بهذا البريوش هذا او بهذا خليه النحل. بالنسبه للشوكولا يمكن تستعملوا حتى الكونفيتير او لا الكريم باتيسير، كيبقى لكم حريه الاختيار، ماشي بالضروره ديروا الشوكولا كيف ما درت انا. كتجي هائله ولذيذه بزاف. هاد الخليه هذه وهذا البريوش هذا خفيف
بحال اللقطه كما كتلاحظوا معايا. هكا لشرب الشاي او القهوه كيجي غزال البنات ولذيذ لذيذ بزاف. كتجي خفيفه. غادي نقسم معكم وحده اكيد باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيفاش كتجي من الداخل. لاحظوا معايا كيفاش كيجي ولا اروع قطني شهوه منه. كنتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه هذه وتخليوها ليا في التعاليق. ولا عجبكم الفيديو بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك هكا باش نزيد نعطيكم وصفات اكثر، وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم، وتخلوا لي شي تعليق زوين بحالكم وارائكم يعني واقتراحاتكم ان شاء الله، وانا راه الاشاره. كنتمنى نتنال الاعجاب ديالكم الوصفه. والى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.